على 1.5 والهشك بشك والدم والتك، هز الوسط والسجاط والطبل والرق. ايوه هو ده الرقص المصري اللي بيتقال عليه رقص شرقي اليومين دول، هو ده. طبعا انت اول ما سمعت الكام كلمه اللي انا قلتهم دول، في اشخاص معينين اترسموا في خيالك وغرايزك بدات تتحرك. اوعى مديك الامان، استنى لما اخلص الاول. الرقص المصري البلدي يا ابني مش مجرد هز عضلات، لا ده قصه كبيره وليها تاريخ. اول من هز وسطه في التاريخ كان هم القدماء المصريين من الاف السنين بقى، وده لان كان عندهم رفاهيه كبيره قوي. يعني هم كانوا اول ناس اخترعوا الالات الموسيقيه، وما دام في الات موسيقيه يبقى اكيد هيبقى في رقص. بس الالات الموسيقيه والرقص المصري ما كانش غرضهم زي دلوقتي خالص، لا ده كان ليهم اهداف تانية. الحوار لما بدا يظهر كان لغرض اداء الطقوس الدينيه المصريه، وكانت بتتعمل في المعابد. وكمان لما نشوف الجداريات اللي منقوش عليها الطقوس دي وهي بتتعمل، هنشوف كل حاجه بتفاصيلها. هنلاقي ان الرقصات ليهم لبس موحد ومعين، بس كان في شويه منهم كده ما كانوش بيلبسوا لا مؤاخذه براهات، مش عارف ليه الصراحه، وكانوا بيتزينوا باحجار كريمه واكسسوارات وذهب وكل حاجه. فالطقوس الدينيه اللي كانت مرتبطه بالغنى والمزيكا دي كانت بتبقى مرتبطه في الاغلب بالاله حتحور، اله الحب والموسيقى. وبعدين واحده واحده الرقص خرج من النطاق الديني، وبقى المصريين بيستخدموه للتعبير عن كل حاجه في حياتهم، للاحتفالات، الانتصارات والافراح. ده حتى برضو النواح على الميت اللي كانوا بيمشوا في جنازات كان برضو بيبقى ليها رقصات معينه. ومع مرور الاف ومئات السنين حصل تطور في الرقص المصري، في طريقه الاستعراض، في المزيكا، في طريقه التقديم، في بدل الرقص، في كل حاجه. فعندنا اول مره في تاريخ مصر الفرق الاستعراضيه، فرق الرقص البلدي والغنى اللي تنزل في الشوارع وفي الاسواق وان هي تتقاضى اجر على الموضوع ده، كانت اسمها فرق الغوازي. ودي ظهرت في العصور الوسطى ايام سلطنه مصر المملوكيه، يعني تقريبا من 800 سنه كده. ففرق الغوازي دي بقى هي اقرب شكل الرقص البلدي اللي احنا بنشوفه النهارده، وده اللي اتحط عليه حجر الاساس. ومع اختراع الكاميرا ودخول السينما والمسرح لمصر، العالم كله شاف الرقص البلدي بحقه حقيقي، وبقى موجود على كل التلفزيونات. وبقت الحفلات بتاعه الرقص البلدي بقت بتتعمل في اوروبا وفي امريكا. من اساطير الفتره دي في القرن العشرين هي مثلا بديعه مصابني. ما اكتفتش بديعه مصابني بالرقص وباللي هي قدمته، لا دي فتحت مدرسه لتعليم الرقص البلدي وخرجت من تحت ايديها اجيال من الرقصات. عندنا برضو ساميه جمال. ساميه جمال دي مختلفة ومميزة عن أي رقاصة أنت ممكن تشوفها عينك. ليه؟ لأن سامية جمال دخلت رياضة الباليه مع الرقص الشرقي، فبالتالي عملت لنفسها ستايل وأسلوب خاص بيها ما تشوفوش في اي واحده بترقص ابدا. وعندنا برضو تحيه كاريوكا. الجيل ده بقى هو ده الجيل اللي اخترع البدله ام ترتر، البدله اللي بتلمع دي. وتمر السنين لغايه لما يخش علينا القرن ال21 اللي هو اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول، وتنتشر موضه الاجانب اللي بيجوا مصر عشان يرقصوا بلدي. الشغلانه خدت هوا، والرقص البلدي اتحول من ان هو رقص استعراضي ومتناغم على المزيكا لاستعراض عضلات بحت. وما بقاش اهم حاجه الرقاصه دي بتعرف ترقص ولا لا، اهم حاجه البدله بتاعتها قصيره قد ايه، واللي اهم من ده كمان الرقاصه دي جسمها عامل ازاي. بس فالناس ما بقتش مهتمه بالفن اللي بيتقدم. ده الجيل الجديد بقى بتاع صافيناز ولورديانا وليندا وجوهره والكلام ده كله. وكمان الرقص في مصر ما بيقتصرش بس على الرقص البلدي، لا احنا عندنا انواع كتير قوي من التراث المصري موجود فيه رقصات. عندنا مثلا رقصه التنوره، ودي اللي بيبقى ليها طابع صوفي خاص، واللي هي بتبقى بتعتمد على اللف والدوران. وفي رقص التحطيب. رقص التحطيب ده ممتد من مصر القديمه لغايه يومنا هذا في الصعيد، اللي هو الرقص الاستعراضي بالعصيان وبالشوم. وفي برضه رقص السواحليه اللي بيعبر عن المقاومه، والرقص النوبي اللي ممتد برضه من الاف السنين، وغيرهم كتير اللي موجودين في التراث المصري. وبس دي كانت قصتنا عن الرقص البلدي، وكان معكم حراس كابتن مسلم. يلا اقعدوا بالعافيه.